السلام عليكم. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناتي افنان ايمن. لو اول مره تشوفي قناتي اهلا وسهلا بيكي، اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك اشعار بوصفاتي الجديده. وصفتنا اليوم كيكه البرتقال في الخلاط، كيكه يوميه سهله وسريعه. وقبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، عايزين نوصل الفيديو لاكبر عدد ممكن من اللايكات. ومقاديرنا كوبايتين الا معلقتين كبار دقيق، وكوباية سكر، كوباية حليب، كوباية الا ربع زيت نباتي. كل المقادير دي بكوباية نفس الحجم. 3 معالق صغيرين بيكنج باودر، ولازم يكون نوع كويس او تستبدليه بكيس كيك شيف، وكيس فانيليا. 3 بيضات، معلقتين كبار نشا، معلقتين كبار عصير برتقال تن، رشة صغيرة ملح، معلقة كبيرة خل ابيض. الدقيق والنشا كوبايتين، انا شلت معلقتين دقيق وضفت مكانهم معلقتين نشا. لو مش هتستخدمي النشا يبقى كوبايتين دقيق. وما تستخدميش بيكنج باودر تاج الملوك او كوكس عشان بيغمق الكيكه. عصير البرتقال البودر يفضل تن، بيكون نسبة السكريات فيه اعلى من اي نوع تاني. ممكن تستبدلي كوباية الحليب بكوباية عصير برتقال. وفي دور الخلاط هنزل بالبيض والسكر والفانيليا، واخد المكونات اخلطها كويس جدا. ودي اهم خطوة، البيض والسكر والفانيليا لو اتخلطوا كويس مع بعض بيدوا ارتفاع حلو للكيكة. بالشكل ده كده بالظبط. هتلاقي الخليط معاكي عامل فقاعات هوا واشبه بالكريمة شوية، ومش هتلاقي اثر للسكر ولا ريحة للبيض. والخطوة اللي بعد كده هنزل بالزيت والخل والحليب وعصير البرتقال البودر، ومن تاني هاخد المكونات اخلطها مع بعض كويس جدا. بالشكل ده كده. ولحد هنا دور الخلاط انتهى. وفي بولة او طبق عميق هنخل الدقيق، لازم الدقيق يتنخل علشان اتاكد ان مفيش فيه اي تكتلات تبوظ لي الكيكه. هضيف الدقيق مع النشا مع البيكنج باودر ورشه صغيره من الملح، وانخل المكونات كلها مع بعض. الدقيق والنشا لازم تنخليهم كويس جدا قبل ما تستخدميهم، حتى لو انت مش جايباهم من زمان، لان بيكون فيهم تكتلات ودي بتبوظ الكيكه. الخطوات دي لو استخدمتيها صح هتديكي كيكه ممتازه هشه ومرتفعه. وانزل بالخليط السائل على المكونات الجافة، وبالمضرب اليدوي اخلط المكونات مع بعضها. هستمر في الخفق لحد ما الدقيق يختفي تماما. بالشكل ده كده ده القوام المظبوط للخليط. وهنا انتهى دور المضرب اليدوي. انا هستخدم صينية مقاس 26. هجيب صينية ادهنها دهنة صغيرة جدا من الزيت وارشها بالدقيق بالشكل ده كده، وابتدي انزل بالخليط. هسخن الفرن قبلها ب5 دقايق بالظبط، مش اكتر من كده. هسوي الكيكة على درجة حرارة 180. هتاخد معاكي من 35 ل45 دقيقة على حسب الفرن بتاعك. تقدري تختبريها من بعد 35 دقيقة بالسكينة او بالاعواد الخشبية. هخبط الصينية خبطتين صغيرين كده على الرخامة عشان يخرج منها الهواء. هضيف الصينية للفرن في رف وسط
خلي بالك ما يكونش الرف اسفل الفرن، وبرضو ما يكونش الرف علوي. وبعد ما الكيكه تستوي واختبرها واتاكد منها، ما هخرجهاش من الفرن على طول، هفتح باب الفرن واسيبها جوه الفرن لمده 3 دقايق بالظبط. ما تعرضهاش لتيار هوا على طول عشان هتهبط منك. وهبتدي اقطع الكيكه بطريقتين مختلفين، تقدري تختاري منهم اللي تعجبك او اقطعها بالطريقه المناسبه ليكي. وتقدري تزينها بصوص الشوكولاته او بالكريم شانتيه، بس هي ككيكه يوميه للفطار، هي من غير تزيين جميله جدا. الكيكه اخده لون جميل وهشه جدا ما شاء الله. هقول لكم على شويه نصايح. الدقيق لازم يكون نوع جيد ويكون متعدد الاستخدامات، ولازم تنخليه قبل ما تشتغلي بيه. البيكنج باودر ما تستخدميش تاج الملوك او كوكس، جربتهم ما عجبونيش وبيغمقوا الكيكه. تقدري تستخدمي نوع زي انجل او تستبدلي البيكنج باودر بكيك شيف. البيض والحليب اساسي يكونوا بدرجه حراره المطبخ. ما تطلعيش اي مكون من المكونات من التلاجة وتشتغلي بيه على طول، على الاقل لازم تسيبيه بره مش اقل من ساعه ياخد درجه حراره المطبخ. عصير البرتقال البودر يفضل تلج عشان بيكون في نسبة سكريات اعلى. في انواع تانية بيكون فيها نسبة ملح اعلى شوية، وده هيدي طعم مش حلو للكيكة، هيبقى الطعم مش متوازن ما بين السكر والملح. تقدري تستبدلي الحليب بكوباية عصير برتقال، هتصفيها كويس جدا ونفس المقدار بتاع الحليب بالظبط عصير برتقال. وفي الحالة دي هنستغنى عن العصير البودر. الزيت النباتي يفضل يكون نوع حلو، انا استخدمت هلا، تقدري تستخدمي النوع اللي متعودة عليه. شغلي الفرن قبل ما تضيفي الكيكة ب5 دقايق، مش اقل من كده علشان الكيكة ما تهبطش معاكي، ومش ازيد من كده عشان مش اول ما تضيفي الكيكة للفرن تاخد طبقة ناشفة من فوق وطبقة ناشفة من تحت وما تستويش. سوي الكيكة على درجة حرارة 180، ولما تتأكدي انها نضجت افتحي الفرن وسيبيها 3 دقايق، ما تطلعهاش من الفرن على طول. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة، اتمنى من كل قلبي يكون عجبكم. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات جاية كتير على قناتي أفنان أيمن. دمتم في رعاية الله.